السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم. الله يسعد كل اوقاتكم يا رب. وبرحب فيكم بقناتي احلى الوصفات مع بنت حمص. وبتمنى منكم هيك فضلا وليس امرا اللي ما شارك بالقناه يشارك بقناتي ويفعل الجرس على الكل حتى يوصلكم منك الجديد. وان شاء الله بتكونوا بصحه تامه جيده يا رب. واليوم هيك بدي اقدم لكم وصفه، يعني الوصفه منا جديده على حدي يعني. فوصفتي هاي، اللهم صل على سيدنا محمد. عندي دجاج بلدي، عندي يعني ما فروج، دجاج بلدي، عرفتوا معروف الدجاج البلدي. عندي تقريبا شكلين ونص، بيعطي لون هيك صفار. تمام. عندي بطاطا تقريبا كيلين بطاطا، عندي قدهم كمان بندورة، عندي شكليين، عندي قرنين فليفلي، عندي بقدونس. هاي للوصفة. والمنكهات بعد ما نشيل الزفرة عندي بصل، وعندي ورق غار. وصفتي بتلزمني عندي فلفل اسود، وعندي فلفل احمر، وعندي ملح حسب الرغبة، وعندي عصفر. تمام، تابعوا الفيديو للاخر. واليوم انا حبيت اوصل الفكرة انه ما بدك تعمل يعني الاكل هاي يعني بالفرن، فينا نعملها بالصينية. صينية عندي صينية ألمينو، هلا بدي اسويها على الغاز وبتطلع عندي نفس النتيجة اللي بدي اسويها بالفرن. فخليكن معي وتابعوا الفيديو للآخر. إن شاء الله هيك بقدم شيء تستفيدوا منه بإذن الله تعالى. أنا مسبقا حطيت مي على الغاز بالطنجرة. هلأ بدي أضيف الدجاج. بسم الله. طبعا الدجاج كان منظف مسبقا، كان بالبراد. معروف الدجاج البلدي هيك لازم يكون فيها مثلا شوي من الجلد. يعني انا شلت الجلد منها، ما يعني خليت شوي بسيط هيك مشان يعطي نكهة ويعطي شوية هيك يعني مثل بنقول يعني شوية دهن هيك. تمام. يعني ما بدي يعني بدي اوصلكم الفكرة مثلا كيف يعني الدجاج شكل والفروج شكل. تمام. هذا دجاج بلدي لازم نخلي شوي من الجلد فيها لتحت، يعني هيك نكهة بتعطي فيها نكهة غير شكل اذا فيها الجلد. طبعا منظفة كتير منيح، وانا نظافتي الحمد لله رب العالمين كل الناس بتعرفها، ما بدي احمد بحالي. تمام. وخليكم معي هيك ان شاء الله نعمل الشيء اللي نكون هيك نحن كلياتنا طبعا نستفاد من بعضنا. ما شاء الله عنكم هيك كلياتكم انه ما شاء الله عنكم. بس فحبيت يعني اوصل الفكرة هاي، اذا ما بدي اسويها بالفرن يعني فيني اسويها بالصينية على الغاز. وبعد ما هيك شلت الزفرة، بسم بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. عندي بصلتين هيك بهالطريقة، وعندي الورق الغار. بسم الله. هاي المطيبات، شايفين الدجاج البلدي مبين من الدهن اللي عليه يعني، عرفتوا؟ ما شاء الله والله ريحتها بتجنن. هاي فيها نكهة غير شكل، فيها نكهة عجيبة هاي. بسم الله. فرمت البندورة بهالطريقة بهالشكل هذا، فرم ناعم. والبطاطا بهالطريقة، وعندي البقدونس. وما ننسى كمان الثوم، شيء اساسي الثوم تعطي نكهة غير شكل، راس كامل. وما ننسى كمان بهالاكلة الكمون الحب، كله بيلدق مع بعضه مع الثوم ومع الملح. تابعوا خطوة بخطوة ان شاء الله رح تعجبكم الوصفة كتير كتير. وهلا شلت الدجاج، حطيناهم هيك مشان يصفروا شوي، مشان ما يطلع صوت بالزيت، مشان ما يطرش هيك علينا ويحرقنا. صفيناهم شوي هيك.
هلا بنرجع هيك بنسمي بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. هلا انا دائما بكل طبخه بتشوفوني بقلي الدجاج، لان بتعطي نكهه كتير طيبه ومنظر. ويعني جربوا، ما بعرف اذا مجربينه ولا لا، جربوا وقولولي شو رايكم بهالفكره هاي. انا ما عم بتمكن منيح لان انا اللي عم صور. ماشي، هلا برجع لكم باذن الله. هلا انتهيت من قلي الدجاج وبدي اقلي البطاطا. هي عندي الزيت بعد ما قليت الدجاج، بدي اقلي البطاطا. عندي وعاء غميق هيك بهالطريقه هاي. هلا بدي فضي البندوره فيها. بعد ما فضيت البندوره فيها، عندي هون بهالصحن، عندي صحن صغير، عندي كركم معلقه صغيره، عندي فليفله حمراء بلديه معلقه صغيره، عندي ملح معلقه صغيره حسب الرغبه، وعندي فلفل اسود معلقه صغيره، عندي البقدونس. هلا كمان بدي اخلط كله مع بعضه. انا هرست الثوم مع الكمون الحب كله مع بعضه. هلا بخلطهم كلهم مع بعضهم هيك بهالوعاء الغميق هون بهالجار، وبرجع بضيف لهم الدجاج كله. بخلط كله مع بعضه مشان يتنكه كله مع بعضه. وبعدين البطاطا كله نفس الشيء. ماشي، خليكم هيك معي وخطوة بخطوة ان شاء الله. شايفين وين ضفت الدجاج؟ هون بالبندورة اللي شفتوهن والتوابل كلها فيها. خليهم هيك شي 10 دقايق يتنكهوا بالتوابل والبندورة. وعندي هالصينية هاي، هلا بدي اضيفهم بهالصينية ونرفعهم وين على الغاز. هاي قليت شوية بطاطا والباقي هلا هون. والله الريحة لحالها بتكفي، اقسم بالله. وهلا كلهم ضفناهم بهالصينية. حطيت طبقة بندورة مفرومة طبعا ناعمة اللي شفتوهم هيك متبل، يعني فيها تتبيلة. ضفتها هون تحت، ورجعت حطيت الدجاج، ورجعت ضفت فوقها البطاطا، ورجعت حطيت طبقة فوقها من البندورة، وحطيت قرنين فليفلي كمان. وهلا بنرفعهم على الغاز. بنشوف طريقة كيف ان شاء الله ناجحة 100%. وهاي وصفتي على الغاز، بدي طفي عليها هلا التقديم بشوفكم بأمر الله ان شاء الله. وهاي وصفتي صارت جاهزة، قدمناها بهالطريقة ورشة بقدونس فوقها. شايفين ما شاء الله يخزلين، ما شاء الله تبارك الرحمن. وهي قدمت جنبها فجل وفليفلي وبصل اخضر وكاسة ليمون جنبها. هلا اللي بده ليمون واللي بيحب الحمض بيحط حمض، واللي ما بيحب بكون هيك بياكل لوحده بدون ليمون، بياكل لوحده. وبتمنى هيك الوصفة تعجبكم. اعملوها على طريقتي عن جد، والله العظيم انا جربتها كذا مرة، كتير طيبة، يعني كأنها معمولة بالفرن. شفتوا تبارك الرحمن ما شاء الله. الدجاج عاطي لون الذهبي، والبطاطا ضل هيك يعني شادد حاله وضل على حاله يعني. شفتوا؟ وبتمنى هيك اذا بستاهل منكم ما انه تخجلوني، فرحوني هيك بلايكات من ايدكم هيك الجميل والكله حنية، والكومنتات اللي بتجنن مثلكم. وان شاء الله من مزيد من الفيديوهات، واستنوني بامر الله تعالى ان شاء الله. وشان ما يطول الفيديو عليكم، استودعكم الله والسلام عليكم.